بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ وجئت أتساءل لماذا نعصي الله؟ سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة. أنت بتعصي ربنا ليه؟ أنا؟ أيوة أنت. هو أنت تحديدا أنت بتعصي ربنا ليه؟ مش أنت عارف إن اللي يعصي ربنا بيعذبه في الدنيا والآخرة؟ طب بتعصيه ليه؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ انا ما بسألكش انت بتدخن ليه، انا بسألك بتعصي ربنا ليه؟ مصمم تعصيه ليه؟ اذا كنت انت بتكلم واحدة ولا ماشي مع واحدة ولا بتشوف واحدة ولا بتبص لواحدة ولا بتتفرج على حاجة في التلفزيون او بتتفرج على حاجة في النت او عندك حاجة على الكمبيوتر او على التليفون، انت مصمم تعصي ربنا ليه؟ وانت كمان محتاجين نسألك، انت مصممة تعصي ربنا ليه؟ مصممة تدخلي النار ليه؟ انت مصمم تدخل النار ليه؟ مصممة تدخلي جهنم ليه؟ وانت مصمم تدخل جهنم ليه؟ ايه السبب؟ ايه السر في الموضوع ده؟ انت بتكذب ليه؟ بتغتاب الناس ليه؟ بتاكل حرام ليه؟ وانت بتنافقي ليه؟ وانت بتظلم الناس ليه؟ وانت بتأذي الناس ليه؟ وانت ليه؟ وعايز اسأل كل عاصي وكل واحدة عاصية، يا رب تب علي وعلى عصاة المسلمين. اللهم تب على كل عاص مسلم. اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اللهم اكتب لنا توبة ترضيك. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم تب علينا توبة نصوحة يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات. اللهم قنا السيئات، فإنه من تقي السيئات فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. ما زلنا نتساءل ومن جد، انت بتعصي ربنا ليه؟ ومنتظر الإجابة. وانت مصمم تدخل جهنم ليه؟ وبرضه منتظر الإجابة. من أذنب وظن أنه لا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. اوعى تفكر انك بتذنب ونبقى نتقابل بقى يوم القيامة. لا، ده في عقوبات هنا في الدنيا قبل الآخرة، وفي عذاب يوم القيامة في جهنم بقى. يعني في عقوبات في الدنيا، والدليل من القرآن قول الله جل جلاله من يعمل سوءا يجزى به. ولما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه استفسر من النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألست تنصب ألست تحزن ألست تألم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فكل هذه العقوبات التي تأتيك بسبب ذنوبك بسبب معاصيك، عقوبات في الدنيا ثم في القبر. كل معصية معينة لها عقوبة محددة في القبر. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نظرت في ذنوب أمتي فلم أجد ذنبا أكبر من رجل أتي آية من القرآن ثم نسيها. ليحفظ القرآن وينساه هيفضل في قبره تكسر دماغه. طب إذا كان واحد حفظ القرآن
ونسيه بتتكسر دماغه. امال اللي ما حفظش القرآن من اصله بقى يتعمل فيه ايه؟ يبقى لازم حافظ على الاقل ما تصح به صلاته. النهارده للاسف الشديد في كثير من المسلمين الفاتحة غلط. يروح يقرأ سورة قل هو الله احد، هتلاقي عندك غلط في قل هو الله احد. يا مسلمين، اين صلاة الفجر؟ كنت فين؟ نايم. خليك نايم، ويجي الملك بحجر يدغدغ دماغك، تدشدش، تروح حتت، والحجر يبعد. على ما الملك يروح يجيب الحجر ويرجع تكون دماغك اتلم التاني، فيفعل به هذا الى يوم القيامة. ده عذاب القبر للي بينام عن الصلاة، للي بينسى القرآن اللي حفظه. مين اللي بيحصل فيه كده؟ قال فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يا خوفي على بتوع النكت. يبقى تعالى قابلني بقى في القبر والملكان بيشرشروك، يشرشروا جدائك وأنفك وعينيك. بتوع النكت، بتوع التمثيليات، بتوع الأفلام، بتوع الجرائد والصحفيين، اللي بيكذب، اللي يقول حاجة غير الحق، اللي يغير الحقيقة. ده كلام سيدنا النبي مش من عندي. فما بالك بقى لما يدخل جهنم يوم القيامة هيحصل فيه ايه؟ للي يبص لذراع النساء، للي يبص لشعر النساء، للي بينظر الى على كيفك بمزاجك براحتك. يوم ما تموت هتوضع انت وهي في الفرن عريانين، الزناه والزواني. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها السعي، والقلب يزني ويهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هيوضعوا في فرن، وفي الفرن ده يأتيهم نار من تحته. لما تيجي النار من تحت ضوضوا يصوتوا. كما كان يفعل في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يفعل به في الآخرة. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. انا عايز كل واحد يدور على نفسه في دول هيتعمل فيه ايه. يا ترى انت مين فيهم؟ هتدغدغ دماغك بسبب النوم عن الصلوات المكتوبة، ولا هيشرشر شدقك ومنخرك وقفاك الى يوم القيامة بسبب الكذب والنكت وإشاعة الفجور على التليفونات والرسائل؟ ولا انت بتزني وهتتحط في الفرن؟ ولا انت مين؟ انت اللي بتاكل ربا وبتسبح في نهر من الدم، او اللي بتاخد بالربا وبتلقى من الحجارة. ونادوا يا مالك ليقض علينا
قال إنكم ماكثون. المفسرون يقولون إنهم يفضلوا ينادوا يا مالك يا مالك يا مالك 1000 سنة، فيلتفت إليهم يقولون ليقضي علينا ربك. ربنا يموتنا، قول لي ربنا يموتنا، مش عايزين نعيش. فيجيب في كلمتين إنكم ماكثون. اسكت، مفيش موت، إنكم ماكثون. ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول ايه؟ أشد عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب. لو علموا ما لمالك هنالك ما قالوا يا مالك. ينادوا يا مالك، ومالك ماله؟ هو مالك يقدر على حاجة؟ مالك ملك طويل جدا وعريض جدا واسود جدا، كريه المنظر. ده مالك. ده انت لما نتكلم عن الملكين اللي هيدخلوا منكر ونكير يسألوا في القبر، مجرد عرض صورتهم يخوف. سؤالا آخر، من أنت في هؤلاء؟ انتبه وانظر وحدد من تكون.